السلام عليكم، ازيكم يا احلى ناس؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعالوا بقى النهارده نبدا الروتين مع بعض كده ونتشجع. انا صاحيه من النوم، وعلى فكره كنت بسجل لكم وانا بصور. بس حسيت ان كان صوتي واطي، تمام، لان كنت لسه قايمه مثلا وكده. فصحيت متأخر النهاردة في الفيديو ده يعني. وقلت بقى ايه اما افتح اهوي الغرفة. انا الأوضة بتاعتي بص على مساقط، او بمعنى صح الشقة كلها بص على مساقط يعني. شقة داخلية كده يعني، من الشقق الداخلية، مش الشقق اللي هي مثلا على الشارع. بس ماشي حالها والحمد لله يعني على كل حال. الشقة عموما حلوة وجواها حلو. هي عيبها بس ان هي بص على المساقط وخلاص يعني، متعرفيش تبصي من حاجة غير هي أوضة واحدة بس، اللي هي أوضة البنات بناتي. بص على شارع جانبي يعني، لو اتبنى في عمارة في المنطقة دي هتقفل على هتبقى مسقط برضه. هتبقى الشقة كأنها بص على مسقط برضه. المهم، سوسو طبعا حبيبة قلبي، واللي عارف سوسو من زمان معايا في القناة القديمة. سوسو دي اول قطة دخلت حياتي، وهي السبب في اني حبيت القطط وحبيت الحيوانات عموما يعني. انا ممكن احب الاسد يا جماعة، انا ممكن احب يعني يصعب عليا الصرصار واحنا بنموته يعني، انتوا فاهمين؟ يعني مثلا بيصعب عليا ببقى ماشية في الشارع كده، اشوف الحمار وهو ماشي شايل يعني ربنا سخر لنا الدواب وسخر لنا الحاجات دي، بس بيصعبوا عليا. بتصعب عليا الفراخ. انا ما بحبش اشتري فرخه تكون صاحيه كده وتتذبح في المحل واخدها واروح اطبخها وناكل انا عمري ما اعمل كده. احنا بناكل الفراخ من اللي هي المبرده، اللي بتتباع في المحلات المبرده، اللي ما اروح اشتريها كده مغلفه ومكيسه، تفهميني؟ ما اعرفش ليه. هنا كنت بقول لكم السرير ده بيتكسر لو سندته على الظهر بتاعه، فحاطين وراه لوح سفنج كده. عدلت بقى السرير هنا وكنت بكلم سوسو الغالية، وطبعا هي في اي مكان انا اكون فيه هي بتكون فيه. ودي كنبة كده انا حطاها عندي في الأوضة يعني بتاعة الانتريه، وملهاش مكان في الصالة، فانا حطاها هنا في الأوضة. عشان الأوضة مثلا واسعة ما شاء الله. الشقق في السعودية ما شاء الله بتبقى واسعة وجميلة قوي يعني ما شاء الله. فحاطه الكنبه دي هنا كده، وحاطه الترابيزه دي كانت عندي قديمه برضو، حطاها كده كأنها جلسه يعني في الاوضه. تمام. وهنا التسريحه بقول لكم عليهاش اي حاجه، كنت نظيفه الاوضه يعني، ومن اخر مره عملتها وهي زي ما هي. اخدت بقى بعضي كده ودخلت على المطبخ بقى مكركب وفعلا مش نظيف والله خالص. الازاز دي لماها من الاوضه، وده غسيل هحطه في الغساله. وهنا دي الاخت موكا دي يا جماعه بنت سوسو دي واحده من ولاد سوسو. ما عشان هي اسمرانيه وحلوه كده، فما مش مشتش مع ولاد سوسو التانيين، لان كان عندي 15 قطه لما كنت مقيمه هنا. كان عندي 15 قطه، فكان الموضوع بالنسبه لي في البيت مبهدل البيت. هنا بقول لكم على البوتاجاز مكرونه باقيه من امبارح. طبعا الشويه دول من الحمض واساسا ما عادوش ينفعوا. والبيض ده هشيله واعينه في التلاجة واغسل يعني الكسرولة اللي مكانه. ده طبق الاكل بتاع سوسو وموكا. بقول لكم الارض مش نظيفه خالص هنا اهوت، وفيها فعلا عايزه تتكنس. المطبخ عايز يتكنس ويتمسح، انا عارفه، انا شايفاه يعني عن قرب، وعارفه ان الدنيا مكركبه. هنا كمان دول في المطبخ طبعا، يعني من اخر مرة انا مرتباهم لما كنت هنا. طبعا يعني يعني ازواجنا ما بيعملوش يعني وما بيرتبوش يعني، يا دوبك يجوا من شغلهم يا عيني ياكلوا لقمة ويناموا يستعدوا لتاني يوم تاني للبهدلة وللشغل وكده. فالله يكون في عونهم. فانا ما باجي بقى بعمل بنظف الدولف، وبدل منظف الحاجة علشان اعرف استخدمها، تبقى المكان حواليا نضيف. انا بحب المكان حواليا نضيف. بقول لكم المطبخ ده البني ده مش بتاعي، ده بتاع الشقه اصلا اللي احنا مأجرينها. وده هو اللي كان بتاعي، لو فاكرين من القناه الاولانيه كان ده مطبخي، وانا كان لونه اخضر اهو. وكان دول اللي باقيين من المطبخ سلام يعني، المطبخ اصلا كان متكسر، دول القطع المتبقيه. وانا رشيته كده ولزقت له ورق بقى وغيرت شكله، كان شكله حلو قوي.
وبقول لكم ان الضلف مكركبه اهوت، حتى حاجه الخزين طبعا باجي ما بيكونش في حاجه في المطبخ خالص، وبنتسوق بقى بنجيب حاجاتنا يعني شويه بشويه، شويه بشويه كده لو احنا زيارتنا مطوله. لكن لو هنقعد حاجه بسيطه بجيب حاجات بسيطه خالص. لما باجي انا بقى وبقعد حاجه بسيطه بجيب حاجات على قدي يعني. لكن بما ان معايا الولاد وهنقعد فتره فبنجيب كل فتره حاجه، يعني بنكمل حاجات البيت بقى. لان البيت ما بيكونش فيه اي حاجه، جوزي ما بيطبخش اصلا يعني، سواء بياكل اكل من بره او انا لما باجي بعمل له اكل وبيشيله بشيله في الفريزر، وهو بيطلع يسخن في الميكروف وياكل وخلاص. او بيقضيها نواشف بقى، عيش وبيض مسلوق وفول وكده. هنا كان عندي غسيل، وبقول لكم انا حاطه القوارير والمكنسه والانبوبه تحت المنشر لان ما عنديش لهم مكان. انا ما بحبش احط حاجات يا جماعه في الاوض في المطبخ، احب كل حاجه مرتبه. حاطه في الطرقه بتاعه دخله الشقه دي المنشر، القوارير بتاع الميه يعني هنا بنشرب ميه من القوارير، المكنسه، الانبوبه، الليتر بوكس بتاع القطط، والجزامه. وكده كده ما بيجيلناش حد اساسا يعني، مغتربين ما بيجيلناش حد، ولو جالنا حد هيبقوا مغتربين زينا وبيوتهم زينا زيهم كده. المهم قلت اما ادخل بقى انا عايزه اولع على لحمه علشان تتسلق بدري كده، وانا عندي حله ضغط بس كبيره قوي، كبيره قوي. مش عارفه كنا جايبينها منين او كنا واخدينها من مين، كنا واخدينها من حد يعني، كانت حد مستخدمها واداها لنا يعني بقى مشي فاداها لنا، فكبيره. بس يا جماعه لما بعمل اللحمه في حاله الضغط بتبقى شوربتها كتير قوي بس ملهاش طعم، واللحمه بتبقى مستويه وكل حاجه بس الشوربه مبقاش لها طعم. لكن لما بسلقها في الحله كده وبتاخد وقت كتير وبتقل بقى الشوربه، بتبقى حبه صغيرين كده، بتبقى الشوربه طعمها حلو جدا. المهم قطعت هنا بصل عشان هعمل ملوخيه. وطبعا البوتاجاز بنضفه كده والمعه كده عشان يعني اطبخ على نظافه. حتى لو هو هطبخ وهيتوسخ احب ان انا يعني اشتغل وحواليا المطبخ نظيف او البوتاجاز نظيف. تمام. حطيت بقى حبه سمنه كده، الحمد لله السمنه كانت سايحه لان بحاول ان انا اسيبها بره في الضلفه لاني بشتغل بيها على طول، فبدل ما اقعد اتبت فيها بقى بالمعلقه واكسر منها فبسيبها بره بقى وخلاص، ما انا كل يوم بشتغل بيها. هسيب بقى البصله كده تتشوح مع نفسها، تتقلى، وبعد كده هحط لها الصلصه، صلصه معلبه. انا بحب الصلصه المعلبه وبحس انها سهله كده وطعمها حلو، بيبقوا حاطين فيها حاجات يعني كده بتخلي الحاجه طعمها حلو. الحاجه اللي هنضفها النهارده ايه بقى؟ الجزء ده، الجزء بقى اللي جنب التلاجات ده هنضفه. التربو بتاع البصل والبطاطس طبعا متوسخ خالص شايفين، وانا لما كنت مقيمه هنا كنت بغلفه بورق الفويل كده وبحافظ عليه على طول. ف دي اخر مره كنت حاطه له اكياس من بتاعه الباسكت، ما يعني اتركنت بقى فلما التراب بقى وكده وانتوا عارفين. وهنا وراه بقى مش نضيف، هنا صبنته اهوت وحطيته في الحوض شويه متصبن كده علشان لما اجي اشطفه يعني لو في بقع ولا حاجه تبقى سهله وتطلع معايا على طول. خلاص. فرحانه انا بالحنفيه وبتاعه المطبخ دي يا بنات، والله العظيم مش هتصدقوا قد ايه الحنفيه ايه بتغيريها، يعني زرار كده يخليها عدله وزرار يخليها زي الدش، فتلاقوني ايه كل شويه اعمل بيها. بس هي مشكلتها ان الحوض واطي قوي والحنفيه عاليه قوي، فلو شغلتها دش بس بتحميني يعني، بستحمى انا والمواعين وانا بغسل مواعين. اي نعم الجو حر بس مش لدرجه ان انا ساعات ببقى واخده دش ولابسه هدومي عادي نظيفه واقعد في البيت بهدومي نظيفه تمام، وبروح اغسل مواعين وانضف المطبخ عادي يعني، فمش لازم استحمى انا والمواعين مع بعض. المهم قعدت بقى اشطفه بقى كده، طبعا بوريكوا لان انا مشكلتي ما معيش حامل هنا للموبايل اصور بيه، لو لقيت حامل ورخيص هجيبه، فلو ما لقيتش بقى خلاص ايه يعني نتهاون مع بعض كده وتتحملوني. وطبعا محدش من الولاد جاي بيجي يمسك لي التليفون خالص يعني. المهم بوريكم بقى الترابيزات اللي محطوط عليها دي، ترابيزه كده كانت قديمه وكنت مجلداها من زمان من يوم ما جيت السعوديه هنا، وهي دي عندي بصراحه. والترابيزه اللي جنبها ترابيزه مدرسه، معرفش مين برضو كان جايبها لجوزي كده، حط عليها بقى القلايه والمكنه القهوه، وعشان يبقى شكلهم حلو مغطياهم بالمفارش اللي بالمتر دي، وحاطه تحتيها الانبوبه. فقلت بقى يعني الفرن والميكروويف دولا عايزاهم يبقوا جهادي شويه،
فرحت شاده كوم جنب التلاجة، وحطيت انا التربو بتاع البصل والبطاطس في الزاويه اللي جوه دي. عماله احاول اعدل المفرش عشان يبقى الشكل ايه، منظم كده. وطبعا الترابيزه التانية دي تحتيها كيس مليان اكياس، اكياس التسوق بقى. يعني اعزكم الله بستخدمها للزباله بتاع البساقط بقى، بتاع الحمام، بتاعه الغرف كده يعني، بتاعه المطبخ. فبوريكم اهو، بوريكم ان الفرن بتاعي اهوت عشان شكله مش لطيف، شكله قديم، فانا مغطياه بالقماشه دي، بالمفرش ده. ولما باجي استخدمه بشيلها، بس انا غالبا بستخدم فرن البوتاجاز اكتر يعني. والميكرويف طبعا بستخدمه على طول. نضفت بقى ورا الترابيزات، وكنست ومسحت كده يعني قعدت على الارض كده، وعملته بالسفنج كده الارضيه يعني، ونشفتها بالفوطه كويس، ورجعت الترابيزات زي ما كانت. طبعا شلت بقى الكراسي ونضفت الترابيزه كويس والرخام، وغسلت المواعين، ومسكت المطبخ بقى ايه، هكنسه كده، وهطلع التراب ده في الطرقه. انا خليت بنتي تشغل المكنسه، قلت لها شفطي التراب ده بقى معاكي بقى بالمكنسه كده. ده لقيت مطهر كده تحت الحوض، جوزي كان جايبه يعني بيستخدمه في الحمام يعني. لقيته بريحة العود كده، بصراحة ما عجبنيش ريحته، ما حسيتش ان ريحته حلوة. حتى بعد ما عملت بيه، رحت حطيت كلور في الارض كده، وشديت الارض تاني بالكلور يعني. بصوا، هو حلاوته ان هو ما بيعملش رغاوي، هو بينظف وبيطهر الارض، بس ما بيعملش رغاوي، بس ريحته مش لطيفة يعني، مش الريحة اللي انت تحبيها. وطبعا عملت بقيت ارشه كده، بس كده نقط كده في الارض. وجبت الطبق بتاع طبق عندي بلاستيك كده، اللي هو هو ده الموف ده. بقيت اعبيه ميه وارش في الارض كده، وبالمقشه بقى، وقعدت ادعك الارض كويس عشان المطبخ يبقى طراوه. المطبخ عندي ده مفهوش تكييف طبعا. انتوا تقولوا هتعملي تكييف في المطبخ؟ هنا في السعوديه في المطابخ تكييفات، المطابخ كلها فيها تكييفات. فالمطبخ ده لما اجرنا الشقه دي اتفاجئنا ان ما فيهاش تكييف. وكمان المطبخ متعلق على الشباك بيجيب هوا جميل قوي، بس هتشوفوه كده حته صغنونه بس اللي باينه منه. ببقى افتحه كده وانا بغسل المواعين عشان يجيب لي هوا. المروحه، جوزي عامل لي مروحه في المطبخ، بس يا جماعه بتحرك الهوا السخن، الهوا بتاع البوتاجاز بتحرك الهوا السخن بس، لكن مش بتجيب هوا كده وطراوه بقى كده، لا. خلاص خلصت المطبخ كده، ويعني مسحته كويس وسبته لما نشف. وقمت فرشه بقى المشايات اللي هي مشايه قدام الحوض ومشايه قدام البوتاجاز. ليه بقى؟ علشان تحافظي على نظافه الشقه بره. الحوض بيوقع ميه، البوتاجاز بتبقي واقفه قدامه بيطرطش وبيوقع حاجات، فتبقى المشايات دي تمتص الشغل، طرطشة الميه، طرطشة الدهون كده. بعد ما خلصت بقى، قمت بقى ماسكه الحوض بقى غسلته كويس. والحوض ده وحش، وحش يا جماعه. الحوض اللي هو الرخام، هو بديل رخام، مش رخام، ده هو بتاع رقيقه كده يعني. لو شفتوه من تحت الحوض حاجه شفافه كده، مش رخام يعني تقيل، حاجه ضعيفه باغه كده يعني. لو وقع مني طبق، وانا كالعاده بيقع مني الاطباق والكوبايات بتترزع في قلب الحوض، يعني ممكن يجيب اجله، فربنا يستر. بمسك بقى بالفوطة كده، بلم الصابون كده، وفي نفس الوقت اشطف، يعني اكني بشطف كده. الفوطة دي حلوة وبتسهل على الواحد جدا تشطيف الحوض، تشطيف الرخامة. شطفت بقى كل حاجة وخلصت. وطبعا احنا كنا صايمين، فكنت مستنية بقى، مش هكمل الاكل الا لما اخلص خالص شغلي، ادخل اكمل الاكل بقى. بصراحة يا جماعة، المطبخ عندي حر جدا جدا، والشقة عندي عايزة تنظيف كتير يعني. انا عايزة اغسل التلاجات بتاعتي دي، ما اتغسلتش يعني، بتتغسل كل مثلا سنة مرة. انا ما باجي يعني بحاول ان انا اغسلها او المعها كده، لكن هي المرة دي عايزة تتغسل غسلة كويسة. فانا واخدة كل يوم حاجة كده. اول ما جيت عملت الدواليب، هنزلكوا الفيديو ده، عملت الدواليب بقى، نقلت إيه يعني عشان الولاد بقى في غرفهم كده، كانت الدنيا مكركبه لما جوزي نقل من شقه لشقه، فبقى يحط الحاجه في الدواليب وخلاص في اي مكان. فدلوقتي كانت عايزه الحاجه تتظبط، كل واحد حاجته في في دولابه وفي اوضته، وحاجات زياده كانت عندي بايظه، وحاجات مكركبه الدنيا كانت بتترمي. المهم، هنا بوريكم اللحمه، شوفوا لما قلت ازاي، انا عندي انها تقل كده
وبس شوربتها تبقى طعمها حلو عن ما تبقى شوربة كتير. اللي في ايدي دي التوكة بلم بيها شعري كده ساعة لما اكون بطبخ ولا حاجة. هنا الصلصة اهو متسبكة. جبت بقى الملوخية دي جايباها معايا من مصر. بدأت ان انا اعمل الملوخية. شوفوا يا جماعة انا بعمل الملوخية ازاي. بسبك الصلصة عادي ببصلة خلاص وتبقى تقيلة كده. بجيب بقى الملوخية واحطها كده وافضل اقلب بالمضرب اليدوي ده اكنها بعملها شبه العجينة شوية، شبه انها تبقى عجينة شوية متماسكة كده. بعد كده يعني ممكن على البارد او ممكن وعلى النار عادي، بس انا بعملها على البارد عادي. وبعد كده احط الشوربة، ابدا احط الشوربة المغلية واقلب بقى شوية وبعدين اولع النار، علشان انا بحب الملوخية تقيلة. وولادي وجوزي اتعودوا بقى يحبوها جدا تقيلة. انتوا عارفين الملوخية اللي تبقى خفيفة دي ما يقتنعوش بيها خالص، ما يقتنعوش ان دي ملوخية اساسا. انا الملوخيه بتاعتي مميزه جدا جدا يا جماعه، واي حد بيدوقها بيحبها جدا. يعني اخويا ربنا يبارك فيه ويسعده يا رب بيعشق الملوخيه بتاعتي جدا. ماما واختي بيحبوا الملوخيه اللي انا بعملها جدا. جوزي وولادي بيحبوها جدا، فانا متاكده انتوا لو دقتوا الملوخيه بتاعتي هتحبوها جدا جدا. احسن واحده تعمل ملوخيه والله العظيم، والله مش انعاره مثلا وبس، بجد بجد الملوخيه اللي انا بعملها ما بدوقش في طعمها عند اي حد. المهم قلبتها بقى، هفضل احط شوربه لحد لما واقلب كتير كتير يعني كده بالمضرب، يعني مش عايزاها تسقط بقى ولا حاجه من دي. واحط لها البهارات بتاعتي. انا بحط لها البهارات اللي موجوده عندي بس، ولا قرفه ولا جنزبيل ولا كمون ولا اي حاجه من دي. فلفل اسمر، حطي بابريكا مدخنه، حطي بصل بودر، توم بودر. كمان يا ستي حطي ليمون مطحون، الليمون اللومي الاسود ده مطحون. يا سلام بيخلي طعمها روعه. عارفه البهارات بتاعه المحشي اللي بتتباع عند العطار دي حطي شويه، بجد الملوخيه بتبقى طعمها عظيم. الكزبره طبعا، الملوخيه بتبقى طعمها حلو قوي. والملح طبعا وسنه سكر صغير. التومه بقى اللي انا بحطها التقليه بتاعه الملوخيه دي، ولا بحط عليها خل ولا بحط عليها كزبره ولا بحط عليها ملح. هو التومه كده في حته السمنه البلدي وبس. انا حاطه كل حاجه في الملوخيه اساسا، واقوم طشها وشهقه ويلا بينا بقى بسم الله كده نقلبها كمان تقليبه بالمضرب وهي غلوة صغننة كده، وبقوم طافية عليها مش بسيبها بقى خلاص. هي مجرد ما اتحطت التومة واتقلبت خلاص بالمضرب كده وغلت غلوة صغنونة كمان، بطفي عليها بقى واغطي الغطا عليها واسيبها. بتبقى عظيمة والله العظيم، رهيبة. جربوها بجد الملوخية بالطريقة دي هتحبوها جدا، واي حد هيدوها من ايديكم هيشكركم عليها ويقولكم عاملينها ازاي، وساعتها بقى تقولوا له عاملينها بطريقتي، بطريقة امل. الحمد لله خلصت اهو. مش هعمل الرز بقى دلوقتي خالص، ماشي. رحت بقى اقفل الاوضه بتاعتي، اقفل الشباك. طبعا سوسو من ساعه ما سبتها وهي نايمه مكاني، انا بنام في الحته دي، سوسو بتنام مكاني. شايفين الجمال والحنان؟ سوسو دي كبيره في السن جدا جدا. حياتي ربنا يبارك في عمرك يا نور عيني، يروح قلبي يا سوسو. بسبوسه، شوفوا بسبوسه، بسبوسه بالسمنه والسكر والعسل. عارفين الاغنيه بتاعت عدويه؟ هي دي، هي دي اللي متغنيه عشانك انتي يا سوسو. طبعا جوزي كنت طالبه منه ان هو يحلق لها شعرها عشان الحر. وبوريكم هنا الستاره دي ماما اللي عاملاها لي، يعني ستاره كده وتنياني القماش ومخيطاهولي. وطبعا هي جت طويله جدا لان الشباك معمول تحت التكييف، وبلمه بتوكه علشان يبقى مكنون كده وما يدخلش ضوء خالص لو حد نايم بالنهار، فما يدخلش ضوء خالص للأوضة، لأن أي ضوء هيدخل للأوضة كمان بيخليها تمتص الحرارة وتكتم حرارة كده. اهي قفلتها تاني بالتوكة بتاعتي وتانيها من الجنب كده لأن هي طويلة وانا مستخسرة بصراحة ان انا اقصها بالمقص وابوظ شكلها. طلعت لي بقى فستان كده عشان ادخل اخد دش وانا بحب الاسود جدا يا جماعة. يمكن تلاقوا اغلب لبسي في البيت اسود، اسود او فاتح قوي، يعني اسود يا فاتح قوي. لكن مثلا الالوان بقى البني والكحلي والكلام ده لا. طلعت بقى قعدت بقى استريح شويه كده يا جماعه في التكييف
لان بقول لكم حر السعوديه انتوا عارفين، وطبعا مصر بقت حر جدا جدا، بحس انها زي السعوديه واكتر كمان والله. بس الفرق في مصر حبيبتي بقى ان هي ايه، بالليل بيبقى فيها هوا جميل كده على السطوح، ساقع وحلو عن السعوديه. شايفين سوسو الغاليه؟ برضو رحت قعدت، راحت جت قعدت جنبي. كنا قربنا بقى على المغرب، فدخلت اعمل الرز بقى. كنت جايبه الشعريه، كنت جايبه بقى الاكياس الشعريه والمكرونه السنابل دي حلوه قوي. كان الكيس ب99 هلله، يعني قولي ريال، يعني قولي ريال، الكيس كان بريال. فجبت كيس شعريه وكيس مكرونه وكيس مكرونه خواتم وكيس مكرونه اللي هي القلم بتاعه المكرونه البشاميل. المفروض والله كنت اجيب 2 من كل كيس، بس يعني كانت الطلبات كتير يا جماعه، بقول لكم البيت فاضي مفيهوش حاجه، فالطلبات كتير، فبقيت اقول ايه، اخد من كل حاجه حاجه وبعدين ابقى اجيب تاني يعني. لان بتاسسي المطبخ من كل حاجه، بتاسسي كل حاجه يا جماعه، زيت، سكر، دقيق، ملح، سمنه، رز، يعني بنبقى عايزين الرز بسمتي، رز مصري، مكرونه شعريه، كل حاجه والله العظيم. فبتبقى ضغطه جامده قوي على جوزي والله في الفتره دي، بتبقى ضغطه جامده قوي. بس يلا كله يعني يهون وربنا يرزقه ويعوضه، بس ان احنا ايه، عشان نبقى قاعدين مع بعض ومتجمعين مع بعض، ولادي ما بيشوفوش فتره، وما بيشوفوش فتره طويله، ويعني والمغتربين دول والله بيشقوا علشان خاطر عيالهم، وعشان خاطر الجامعات والمدارس ومصاريف البيت يعني. المغتربين دول والله العظيم يا جماعة عايشين عشان بس الناس تعرف تاكل وتشرب، يعرفوا يأكلوا ويصرفوا على بيوتهم بجد. العيال بتكبر وبتحتاج طلبات وكده. شايفين الرز وجماله؟ كان رز بسمتي لان ما جبناش رز مصري لسه. وطبعا جهزت السفرة اهو. آم، بقى الملوخية والشوربة والرز، ده طبيعي انا، ده طبيعي انا عشان الدايت. خلصنا الغدا بقى وشلت السفرة الحمد لله يا رب. وطبعا دي كوباية لبن بنتي ما شربتهاش، لبن الزبادي. اللبن الزبادي هنا عظيم عظيم، في مصر حادق شوية كده مش عارفة ليه، انما هنا لبن الزبادي عظيم. الزبادي بقى، الزبادي نفسها في مصر عظيمة عظيمة، هنا حادقة. المهم عملت كوباية شاي لجوزي كده بعد الغدا. وانا رحت بقى اغسل المواعين، يعني اديت له الشاي ورحت انا بقى ايه، اغسل المواعين بتاعتنا. ما بلحقش، كل شويه مواعين مواعين، مش عارفه في ايه، في ايه يا جماعه معركه المواعين ده يعني. عندي في مصر برضو مواعين، ما بحبش اسيب المواعين في الحوض، بس ما بلحقش يعني. انا ما بخلص ممكن حد يشرب نسكافيه، حد يشرب عصير، إيه لا، كوبايه زبادي اتاكلت والمعلقه في الحوض. انا مش بحب كده، ما بحبش المنظر اللي في الحوض ده، بس هنعمل ايه، ربنا يخلي ويبارك فيهم. إيه بس والله يا جماعه انا مجهده، انا مرهقه. انا والله العظيم مطحونه مطحونه شغل. يلا ربنا يسعدنا بس ويصلح حالنا ويجعل بيوتنا كلها رضا وبركه يا رب، بس اهم حاجه، ويبعد عننا الحزن والزعل والشر و... والدنيا تبقى سلسة كده، عشان الدنيا بصراحة صعبة قوي، الدنيا صعبة قوي، والبيوت فيها اللي مكفيها مش عارفة، مش عايزين ندخل في اتجاه تاني خالص غير المحتوى، عشان احنا حلوين وطعمين وبنحب البهجة وبنحب الايه، الحاجات الحلوة، فخلينا ايه في الحاجات الحلوة. المهم يا جماعة، انا بحب كده اعمل واغرف كده واعمل في اطباق واديله واخلي لهم السفره بقى واعوضهم بقى. يعني انتوا عارفين في مصر كنت كل واحد بيمسك طبق ويقعد في زنقور وفي زاويه كده ياكل ويقوم. انا هنا بقى جبراهم يقعدوا مع ابوهم عشان يبقوا حواليه كده، عشان بيزعل بيفتكر ان هم مش عاوزين مثلا يقعدوا مثلا معايا، لا، هم طبعهم كده، هم طبعهم كده والله. المهم خلصت المواعين بقى ورحت للحلو اللي بيحب يستحمى في اليوم 5 6 7 8 9 مرات انضفه. والحوامل دي ما بنضفهاش يعني الا كل حين ومين، ما برهقش نفسي في الدعك، تمام. فمحدش يعلق على حوامل البوتاجاز دي، شاربة سنين غربة يا جماعة، دي من ساعة ما جيت هنا وانا بغسل وبكحت فيهم والله. ونزلت بقى بقالي 4 سنين في مصر اهوت، ولا 3 سنين مش فاكرة. المهم عليهم تراكم السنين، تراكم السنين. يعني اللي عاطي بهجة للحاجات دي شوية المطبخ بتاع الناس ده اللي احنا جايين قاعدين فيه ده.
نضفت البوتاجاز، والبوتاجاز ده يا جماعة فيه حاجة، لما بنضف البوتاجاز انتوا بتحسوا ان هو شكله نضيف، لكن بعد ما بخلص بلاقيه مطوس كده ومبقع كده، مش عارفة ليه. مهما لمع فيه بقعد ألمع فيه، بخل، مرة بكلور، مرة بملمع الزجاج، مرة بمية، بس مفيش فايدة. فهو حر بقى، ذنبه على جنبه، انا بعيشه احلى لحظات حياته. المهم خلصت المطبخ والله، وطلعت بقى، قعدت بقى بره مع العيال شويه ومع جوزي بقى، وقعدنا كده شويه نتكلم ونجيب في سيره الناس. لا والله العظيم، لا والله ما حصلش. بنحكي بقى على اللي بيحصل معانا في مصر، والمواصلات والجامعة والمدرسة والكهرباء، وبنزل ابص على كارت الكهرباء والغاز، وبدفع المية. انت عارف المية بتيجي كام؟ انت عارف الغاز مش عارف ايه. استنى ما اخش اشوف فاتورة الغاز كده عشان ما تتراكمش علينا. استنى ما اشوف يا ترى كارت الكهرباء خلص ولا لا. اكيد ماما شحنته، اكيد مش عارف ايه. قاعده احكي له بقى واعمل له، وعفوفه عامله ايه، والقطه، وبطلع انشر بالليل على السطح، وعبد الرحمن بيطلع يقف لي، وبنشوف الطيارات في السماء، وكلام كتير قوي يا جماعه، والله العظيم بنجيب كلام من اليمين ومن الشمال، بنحكي حاجات كتير، لدرجه ان هو بقى زهق مننا، لدرجه ان هو قال هو انا ايه اللي خلاني اعمل في نفسي كده واجيبهم. المهم، آم، طبعا هو بينام بقى عشان شغله، واحنا بنجري ننام وراه يعني، او انا بالاخص بعد ارهاق طول اليوم ده بدخل انام، بجد بدخل انام من الارهاق، ارهاق شغل البيت. والله العظيم انا حاسه بشغل البيت كتير قوي. بعد كده شوفوا بقى، اوريكم بقى المطبخ، بجد بحب ان انا اتصور جنبه. وطبعا فضيت المصفى دي، لان الحاجات اللي بحطها في المصفى دي بتنزل في الادراج، في صفايه تانية فوق الحوض بحط فيها الاطباق. جيت بقى بالليل انا وبنتي، رحت عملت كورن فليكس، اتهورت ورحت عملت لي شويه كورن فليكس كده شكله حلو، وكانوا هيخلصوه، وهو بتاع اطفال كده وملون وشكله حلو وطعمه حلو. قمت واخده بقى شويه الاخره دول لي انا وبنتي، وقعدت كلتهم، وقعدت شويه بقى كده، ودخلت نمت. ويا رب كده الروتين بتاعي يكون عجبكم، وتسليتوا معايا ومع كلامي وحكاوية. وما تنسوش بقى تكتبوا كومنت حلو، بالله عليكم اكتبوا كومنت بالله، وحطوا لايك للفيديو كده، نفسي القناة دي تكبر زي الاولانية اللي اتمسحت. جزاتي يعني ان انا كنت بشارك الاحداث وبشارك مع اخواتنا احزانهم يعني. يلا الحمد لله على كل حال، ومتعوضة ان شاء الله. وانا ورا اليوتيوب لحد ما انجح ان شاء الله، ورا كل حاجه لحد ما انجح ان شاء الله. لو اخر نفس فيا وبقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله وبموت، هفضل احاول، هفضل احاول، هو انا طبعي كده لحد ما انجح. يلا مع الف سلامه.